أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين الفضائية الشركسية نارت. كاميرا ريبورتاج راح تصوركم اليوم حفل العشاء السنوي اللي بتقيمه الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية برعاية سمو الأمير علي بن الحسين وبتشريف سفير النوايا الحسنة السيد محمود قابيل. تابعونا، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أهلا بكم أعزائنا الحضور، أهلا وسهلا بكل الموجودين معنا أكيد في حفل العشاء السنوي للأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. طبعا بدي أرحب بكل الموجودين معنا اليوم، وأكيد مندوبا عن صاحب السمو أمير علي بدي أرحب بمعالي السيد عقل بلتاجي والليث. أهلا وسهلا. كذلك بدي أرحب بضيفنا لهذا اليوم guest of honor سفير نور حسن السيد محمود قابيل. أهلا وسهلا. رح يكون برنامجنا اليوم يعني فيه كثير من الفقرات، a lot of entertainment. أكيد إن شاء الله الكل ينبسط معنا. First of all، أول شيء بدنا بنرحب على المسرح في كلمة باللغة الشركسية والعربية بآنسة نجوان ناخو. مساء الخير. مندوب صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، معالي السيد عقل بلتاجي المحترم، أصحاب المعالي والسعادة، ضيفنا الكريم الأستاذ محمود قابيل سفير النوايا الحسنة لدى اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدات والسادة، حضورنا الكريم، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم في حفل الثالث الذي تقيمه الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. إن حضوركم الليلة معنا هو أكبر دعم للرؤية التي تقوم عليها الأكاديمية في الحفاظ والتعريف بالتراث والثقافة الشركسية وتنظيم فعاليات ولقاءات تهدف إلى خدمة المجتمع في ألق الروح الشركسية. باسم القائمين على الأكاديمية أود أن أشكركم على دعمكم المتواصل لمسيرة مؤسستنا لكي تصبح من المؤسسات الوطنية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وإلى خدمة أردننا الغالي. نرجو أن ينال حفلنا هذا بما يتضمنه من فعاليات وأنشطة أن ينال إعجابكم، وعلى أمل اللقاء بكم دائما، وشكرا. قب ماكو أبشي في بشعاش حفوة دي حاش الله بكر لجامازم عربي بزا ديابزا بسلاتة مش حكا بجدوه بزا قد بسلاشي نوبة قبر ديابزا قد بسلتانوش خنوار دابوش في بشعاش حفوة دي حاش الله بكر في بشعاش حفوة جدوه نوبة زكوة سامش حكا سكوي يني موقر يا حطلا بكر أجي يا سلام قوابا قومي بسمي قد غدجوا فدوت نوبة شهقت كويشار شالي حسين ميقم شحين يدوت حيغب سوج دوء أبي سوبر قد كوكوار زيوس حن عاقل بلتاجي تحوي غب سوج دوء. شكرا. يجي دي حاش طابر مصر مقيكار أكتور محمود قابيل شحين يدوت قرال بسو أدي أشغل كابزم ي أكاديميم يشاوكها تصفكم ياتجا يتحمادم يتجا دي حاجة طابكم تحفي غبسو قبج دوا نوبة حمجي أما دي قفنقب ويرس بنكر قفيب ورقي غثغنوس يجري تحمجي أما دي نبزو شكر قاقورا مازم جوي نشكوا كونسيرت جرائر ياش نوبي زقافة قرقا غثانو شاكري يجري تحفي غبسو جدوء حمجي أما دي جشر فكري حنس خيرك. Thank you. شكرا جزيلا. We'd like to welcome on stage ونرحب بمعالي السيد عقل بلتاجي مندوب سمو الأمير علي. مساء الخير. السيدة
ستنا إلى أخواج السيد محمود قبيل سفير النوايا الحسنة لليونيسف، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، سعادة السفير التركي سيدات أونال من أصول شركسية، سيداتي سادتي أسعدتم مساء. كان من الواجب علي أن أتكلم بالشركسية لأنني عشت بينكم من أوائل الخمسينات وتتلمذت على أياد قوية وسواعد ناهضة في بناء هذا البلد من الشراكسة الموجودين هنا في هذا الحفل وغيرهم ممن هم خارج القاعة. ولكن لغتكم لربما تكون صعبة، ولكنني فهمت أخي ينال بيك عندما قارب نطق اسمي وقبل أن يقول عقل قمت واقفاً فسألني الأستاذ محمود وعرفت إزاي؟ فقلت له كان ينال ينظر إلي كأنه يقول أحدثك. فهذه فراسة الشراكسة الفرسان الذين أتوا إلى هذه البلاد المقدسة أرض الرباط، خلعوا نعالهم على حدود حلب لكي يأتوها حفاة. هذا أجمل معاني التقديس والحب لهذه البلد وهذا الوطن. هم القادة، هم السادة، هم من عمل دوما ودائما. لربما يستغرب البعض لماذا انتدبني سيدي صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين حفظه الله لأن أكون مندوبا عنه، وبصفتي رئيسا للجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان. ربط سموه حفظه الله معنى الأكاديمية وأهداف الأكاديمية بالتراث والثقافة الشركسية التي آمن بها سموه، وكان دائما عضدا وساعدا لها وآلة لانتشارها في العالم. فكانت أكاديميتكم هذه تنقل الثقافة الشركسية التي لا تعرف إلا معاني المحبة والفروسية والرجولة والصدق والوفاء، وتلون وتزين دائما وأبدا أي مجتمع تحل به. فأجمل ما في جرش مشاركة الفرق الشركسية للفرق العالمية، وأجمل ما يكون دائما وأبدا بيننا هنا في الأردن هو ذاك اللباس وذاك التراث وتلك العراقة التي أنتم تنتمون وتحافظون عليها. كم نتمنى أن يتعلم الكثيرون منكم على المحافظة على تراثهم وعلى لغتهم وثقافاتهم وتاريخهم كما تحافظون. فهنيئا لكم ومباركة للسنة الثالثة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين حفظه الله، مباركا
ومشجعا ومساندا، ومني شخصيا خادما لكم في كل وقت وفي كل حين، وأسعدتم مساء. كلمة لضيف الشرف سفير اليونسكو نوال الحسنة السيد محمود قبيل. السيد عقل البلتاجي، مندوب صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، معالي السفير التركي، السادة والسيدات أعضاء الأكاديمية الشركسية الدولية، السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً أنا فوجئت إن أنا لازم أتكلم وأقول كلمة، هتكون كلمة موجزة، ولازم أتكلم طبعاً عن وجودي هنا. وليه بعتز بهذا الوجود؟ أولاً حدي نبذة صغيرة عن السيرة الذاتية، لو سمحتوا لي بهذا عشان ما أطولش عليكم. فأنا من مواليد الإسكندرية، ونشأت في مجتمع مختلط من جميع الجنسيات والأديان، وهكذا كانت الإسكندرية. التحقت بمدرسة إليسيه الفرنسية، وكنت سأتحول إلى التمثيل قبل تخرجي من المدرسة مع سيد المرحوم يوسف شاهين، ولكن اخترت أن ألتحق بالكلية الحربية. تخرجت سنة 66 من الكلية الحربية، وكان لي الشرف أن أخوض معارك ال67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر العظيمة. بسبب إصابات في العمليات الحربية تركت الخدمة من الكوميسيون الطبي، وابتديت في مجالين من العمل: السياحة والتمثيل. يوسف شاهين ما كانش ناسيني، وابتدى طلبني ان انا اكون في فيلم. اول فيلم اعمله كان اسمه العصفور، وكان عن هزيمة 67 وصمود الشعب المصري والشعب العربي متحديا العدو. وكان هذا الفيلم بداية ظهوري، وكان أيضاً بدايتي كتور ليدر في شركة سياحة فرنسية. بعد 6 أشهر بقيت مدير هذه الشركة. الشركة دي كانت بتجيب سياح من سويسرا ومن فرنسا ومن بلجيكا. ليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ إن كان أول مرة أكتشف، أروح الأقصر وأسوان وأكتشف مصر. ووقفت في معبد الأقصر وبصيت للتماثيل بتاعت رمسيس الثاني، وقلت الله، قد إيه بلدي حلوة، قد إيه البلد دي تستاهل إن الواحد يموت عشانها. فكانت والدتي بعد موت والدي تعيش مع تاخد بالها من أمها جدتي الله يرحمها، وكانت جدتي مصدر التاريخ بالنسبة لي، بالنسبة لأصولنا الشركسية.
كانت بتحكي لي تاريخ جميل جدا، وهي اللي قالت لي عن ان الشركس، وتعلمت طبعا بعد كده في التاريخ هم بسببهم هم اللي وقفهم التتار انهم يحتلوا المنطقة العربية، وان في ابطال من المماليك الشركسيين كانوا من اسباب نهوض مصر الحديثة في هذا الوقت. كنت دائما بعتز بوجودي مع جدتي، عشان بالنسبة لي كانت رمز الطيبة ورمز التقوى. تعلمت منها السجود لله والصوم، علشان كانت في المدرسة الفرنسية بتاعتنا ما كانوش بيتكلموا على الحكاية دي، فكانت هي محتفظة بهذا، وكانت دائما فخورة وتقول لي احنا الشركسة. عشان ما اطولش عليكم، طبعا انتم عارفين كل اللي بيحصل في مصر دلوقتي. كنت لسه من شوية بكلم مع السيد بلتاجي عن السياحة في مصر، فقلت له ما فيش سياحة في مصر. النهاردة الأهرام والتماثيل والضفة الغربية في الأقصر، وادي الملوك والوادي الملكات، كلها بعض الناس الذين يدعون الدين بيقولوا إن دي عبارة عن أصنام ولازم نهدها. فأنا النهاردة لما قعدت وسمعت قد إيه الأكاديمية بتحاول تحافظ على التراث الشركسي، على تاريخها اللي ابتدى من 8000 سنة قبل الميلاد، على أول مملكة أديجية سنة 400 قبل الميلاد، على وجود الشركس وتأثيرهم على تاريخ مصر وتاريخ البلاد العربية، وكما سماها السيد عقل البلتاجي الأرض المقدسة. فلما بشوف انكم بتحاولوا كلكم حتى تحافظوا على اللغة، وانكم تعلموا اطفالكم اللغة، في من الناحية التانية ناس بتحاول تدوس وتدنس التراث المصري. كنت أحب أقول الكلمة دي عشان حاسس إن من واجبي. أنا بعتبر الأردن بلدي التانية، باجي الأردن كتير عشان المكتب الإقليمي بتاعنا هنا بتاع منظمة اليونيسف موجود، وأنا سفيرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 10 سنين اللي فاتوا، وتم تجديد مهمتي كسفير ل5 سنين تانيين. فبقول الكلام ده كأني بشتكي لشعب شقيق، وبطلب منه إنه يدعو لمصر ترجع زي ما كانت، وإن ربنا يشيل الغمة دي اللي موجودة، وأن الإسلام لا دخل له بهذه الجماعة. وشكرا والسلام عليكم. بدنا نرحب المسرح بفرقة أبناء الجبال الهايلاندرز في 4 رقصات شركسية يا جماعة. بس بدنا هيك نتفاعل مع الراس. شو الأخبار؟ كله تمام؟ يلا تحية كبيرة لفرقة هايلاندرز.
بنرحب بسفير النوايا الحسنة السيد محمود قابيل. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك، شرفتنا بالأردن. أهلا بكم، وشرف لي أن أنا أكون في بلدي الثاني الأردن. يا ريت تخبرنا عن سبب تشريفك لحضور حفل العشاء السنوي اللي بتقيمه الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. طبعا دعيت إلى هذا الحفلة وتشرفت بهذه الدعوة، خاصة أن من جانب والدتي في عرق شركسي، وأنا الأردن تملي يعني بحب أن أنا أجي فيها. والأردن عمان خاصة هو المركز الإقليمي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطبعا الشعب الأردني تحت قيادة جلالة الملك عبد الله والمجهود اللي بتعمله جلالة الملكة رانيا مع اليونيسف خصوصا بالنسبة للأطفال، فيشرفني أن أنا أكون ضمن هذه المنظومة. إذا بتحب تخبر السادة المشاهدين كلمة بسيطة لمشاهدين قناة نارت كونك سفير النوايا الحسنة. طبعا كسفير نوايا حسنة، فنحن في الأمم المتحدة ندعو إلى السلام وإلى المحبة، ويا ريت تحبهم بلدكم الأردن والوطن العربي قد ما البلد بتحبكم والوطن العربي بيحتويكم. شكرا لكم، نرجع بنحكي لك أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بالأردن. شكرا يا فندم. برحب بنائب رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية السيد ينال حتك، يعطيك العافية. الله يعافيك ستي، اهلا وسهلا بقناه نارت واهلا وسهلا فيك. سيد ينال، تحكي لنا عن سبب إقامتكم للحفل العشاء السنوي اللي بيتم إقامته كل سنة. طبعا كأي مؤسسة شركسية بتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي، فهذا الحفل السنوي العشاء السنوي هو الرافد أو المصدر الأساسي لدعم الأكاديمية، سواء بالأعضاء سواء معنويا سواء ماديا. وهاي السنة طبعا نحن حاطين جزء من الريع راح نجيبه كليته بعد ما نخلص الحفل صالح لجنة الأزمات والطوارئ التابعة للمؤسسات الشركسية إن شاء الله. طب تحكي لنا عن تشريف سفير النوايا الحسنة السيد محمود قابيل. والله الحقيقة أنه كون الموضوع فيه يعني دور للجنة الأزمات، مشكورين طبعا على الجهود الجبارة اللي بيسووها. فرضينا أنه يكون عندنا ضيف له علاقة بهذا الموضوع بالذات، فالأستاذ محمود قابيل هو سفير يونسكو للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشكورا لبى الدعوة طبعا، بالإضافة إلى كونه يعني سته شركسية، فهذا الشيء كمان ساعدنا بهذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يكون وجوده يعني مصدر للناس أنهم يشوفوا حتى اللي برا كيف يتعاونوا مع شركس، فيتعاونوا معنا أكثر هون إن شاء الله، سواء محليا في الأردن أو خاصة الشراكس إن شاء الله بشكل عام. بالنسبة للفعاليات، تحكي لنا عن فعاليات الليلة. الليلة في عندنا طبعا فرقة أبناء الجبال تابعة الأكاديمية راح تقدم بعض الرقصات، وعندنا كمان رقصة اليوم لأول مرة فرقة الناشئين راح تقدم. فرقة الناشئين عندها حفل سنوي إن شاء الله الأول خلال الشهر القادم 2 و3 الشهر من شهر 5. اليوم عندهم كمان أول زي ما بيحكوا أول اختبار لهم، راح يقدموا قدام كل الناس أول رقصاتهم. بنفس الوقت في عندنا مزاد، هذا المزاد على حزام شركسي نسائي مصنوع من الذهب، عمره حوالي 100 سنة. ما بنعرف قديش قيمته يعني ما نقدر ثمن، لكن تقديرا نحن قدرناه ب 3500 دينار ثمنه. طبعا إضافة للعشاء وبعض الفقرات الأخرى راح يكون في عندنا كمان فقرة كوميدية مع الأستاذ حسن سبالي والأخت رانيا إسماعيل اللي هو زعل وخضرة زي ما هم معروفين، وهيك شغلات بسيطة ثانية إن شاء الله تعجب الجميع. إذا بتحب توجه كلمة لمشاهدين قناة نارت بهالمناسبة. يا سيدي إن شاء الله دائما يكون مؤسساتنا الشركسية بخير، وإن شاء الله قناة نارت والجمعية الشركسية أنديتنا مؤسساتنا الأكاديمية جمعية الأصدقاء كلها وين ما كانت إنه يكون كليتنا يد واحدة نشتغل مع بعض، دائما نسوي مناسبات بتفيد مجتمعنا الشركسي وبتفيد مجتمعنا المحلي الأردني وبتفيد شركس في العالم إن شاء الله. فإن شاء الله كلنا نكون يد واحدة ونشتغل مع بعض، وبتمنى كمان يوم من الأيام نسوي لكم أنتم كمان كنارت تي في دعم إن شاء الله رب العالمين عن طريق الأكاديمية. مشكورين. شكرا لك ويعطيكم الف عافيه. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا الاعزاء، هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم اللي تم فيها تصوير حفل العشاء السنوي لاقامته الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. استنونا الاسبوع القادم بنفس الموعد. الى اللقاء.